السلام عليكم أبطال تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الرابع معانا في التاريخ اللي هو بعنوان مصر في عصري الأيوبيين والمماليك. مصر في عصري الأيوبيين والمماليك، أيوة، وده آخر درس معانا في الوحدة الثالثة، وكمان أطول وأهم درس معانا في المنهج كله. تقريبا ربع أو تلت الامتحان في آخر السنة بيجي من الدرس ده لوحده. علشان كده عايزكم يا أبطال تركزوا معايا في كل كلمة هقولها معاكم في هذا الدرس. طيب نبدأ بالسؤال اللي متعودين عليه، هم مين أصلا الأيوبيين والمماليك؟ بيقول لك هم دولتين أنشئا في مصر في عصر من أهم عصور الدولة الإسلامية، ليس في مصر وحدها بل في الشرق الأدنى. نوقف هنا بقى ونفهم واحدة واحدة. يبقى دولتي الأيوبيين والمماليك أنشئ فيا، هتقول له هم دولتين أنشئ في مصر. طيب وكانوا في أي عصر بالظبط؟ هتقول له كانوا في أهم عصور الدولة الإسلامية، وليس في مصر وحدها بل في الشرق الأدنى. طب وإيه هو الشرق الأدنى ده؟ بيقول لك الشرق الأدنى هي بلاد الشام والعراق والحجاز ومعهم مصر. كل هذه الدول بنقول عليها بلاد الشرق الأدنى. طيب كلام زي الفل. هم ليه بقى كانوا في أهم عصر من عصور الدولة الإسلامية؟ بيقول لك لأن الدولة الأيوبية والدولة المملوكية تصدوا الأكبر خطريا في ذلك الوقت. هم مين؟ هم خطر الصليبيين والمغول بجيشهم القوي. يعني الأيوبيين والمماليك هم اللي تصدوا للصليبيين والمغول بالظبط كده. طيب هم مين أصلا الصليبيين ومين المغول؟ تعال كده ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة الصليبيين، فبيقول لك الحروب الصليبية على المشرق الإسلامي. الحروب الصليبية على المشرق الإسلامي، أيوة، هي أصلا الحروب الصليبية بيقول لك هي حملات حربية قادها مسيحيون غرب أوروبا الكاثوليك على مين؟ على المسلمين في الشرق لانتزاع الأراضي المقدسة المسيحية من أيديهم، واعتبروها حربا مقدسة. ثواني بس عشان نفهم، هم مين مسيحيين غرب أوروبا اللي انت بتقول لي عليهم اسمهم الكاثوليك؟ هقول لك يقصد الدول المسيحية اللي موجودة في غرب أوروبا، اللي هم مين؟ اللي هم إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وأسبانيا. كل هذه الدول بنقول عليها دول مسيحيين غرب أوروبا. طيب إزاي عايزين ياجوا بلاد المسلمين في الشرق علشان ينتزعوا منهم الأراضي المقدسة المسيحية؟ هي أصلا بلاد الشرق الإسلامي أراضي مسيحية مقدسة؟ هقول لك بالنسبة لمعتقدات مسيحيين غرب أوروبا كانت أيوة، لأن في اعتقادهم إن السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ولد في فلسطين، وفلسطين في بلاد الشرق الإسلامي، وبكده تبقى بلاد الشرق الإسلامي كلها بالنسبة لهم أراضي مسيحية مقدسة، وهم أحق بيها من المسلمين. طيب أنا سامع طالب ذكي بيسأل سؤال مهم جدا، وهو إن مسيحيين غرب أوروبا الكاثوليك لسه فاكرين إن بلاد الشرق الإسلامي أراضي مقدسة وعايزين يستولوا عليها بعد كل هذه السنين والمسلمين بيحكموها؟ أقول لك برافو عليك، ده سؤال كويس. تعال بقى أقول لك إيه اللي فكرهم ببلاد الشرق الإسلامي، وركز هنا في كل كلمة هقولها لك، لأن هي دي النواة أو الشرارة اللي بدأت الحروب الصليبية. بيقول لك إن كان في إمبراطور بيزنطي اسمه رومانوس الرابع، وعملية رومانوس الرابع ده كمان بيقول لك قرر رومانوس الرابع إنه يجمع جيش ضخم ويروح يستولى على بلاد المسلمين بسبب ضعف وانقسام المسلمين في ذلك الوقت. طيب هو مين المسلمين اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت؟ تعال بقى نرجع لآخر الدرس اللي فات. احنا قلنا في آخر درس مصر في عصر الفاطميين إن كان عندنا في ذلك الوقت الخلافة العباسية في بغداد، واللي كانت خلافة ضعيفة جدا خصوصا في العصر العباسي الثاني، فكانت دولة الخلافة العباسية غير قادرة على فرض سيطرتها على مقاليد الحكم في الدويلات التابعة ليها، وده نقدر نقول عليه سبب سياسي، إن هم مش قادرين يسيطروا
على الدول التابعة ليهم. وغير كمان ان دولة الخلافة العباسية لم يكن لديها جيش قوي تحت قيادة الخليفة يمكنه الوقوف في وجه الزحف الصليبي، وده كمان نقدر نقول عليه سبب عسكري. طيب يبقى كده عرفنا ان دولة الخلافة العباسية كانت ضعيفة سياسيا وعسكريا، فالمسلمين في ذلك الوقت كانوا بينقسموا سياسيا بين دولتين. طيب هم مين ومين؟ بين الدولة الفاطمية الشيعية في القاهرة وبين الإمارات السلجوقية في بلاد الشام واللي كانت على المذهب السني. يبقى لما يسألني إيه كان شكل العالم الإسلامي قبل الحملات الصليبية، هتقول له كان في دولة الخلافة العباسية في بغداد، وكانت خلافة ضعيفة سواء سياسيا أو عسكريا، والمسلمين في ذلك الوقت كانوا بينقسموا سياسيا بين الدولة الفاطمية الشيعية في القاهرة وبين الإمارات السلجوقية السنية في بلاد الشام. طيب لحد هنا كله تمام. تعال بقى نرجع لرومانوس الرابع. فلما شاف رومانوس الرابع كل هذه الانقسامات ووضع المسلمين في ذلك الوقت، انتهز الفرصة وقال لك أنا أروح بجيش ضخم أستولى على كل أراضي المسلمين. وبالفعل اتحرك رومانوس الرابع بجيش حوالي 200 ألف جندي روماني. فتفتكر كده مين من المسلمين الموجودين في ذلك الوقت هيقدر يواجه جيش رومانوس الرابع؟ فكر معايا كده. الخلافة العباسية وقلنا ضعيفة، وكذلك الدولة الفاطمية الشيعية كانت بدأت تدخل في مرحلة الضعف. يبقى مفيش قدامنا غير السلاجقة. وبالفعل اتحرك الجيش السلجوقي بقيادة السلطان ألب أرسلان، وكان عددهم قليل جدا مقارنة بجيش رومانوس الرابع، كانوا حوالي 15 ألف جندي سلجوقي. فالمفروض ال15 ألف هيواجهوا حوالي 200 ألف جندي روماني. في فرق في العدد سيد القاضي، ولكن يشاء ربك السميع العليم انهم يتقابلوا في معركة اسمها معركة ملاسكارد او منزكرت، وينتصر المسلمين بقيادة السلطان ألب أرسلان على الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع. ومن هنا بدأت الشرارة الأولى للحروب الصليبية، لأن الإمبراطور البيزنطي اللي جي بعد رومانوس الرابع واللي كان اسمه إليكسيوس كومينين بعت يطلب الاستغاثة والنجدة من البابوية في روما. الحقونا يا إخوانا، المسلمين هزمونا في معركة ملاسكارد. وبالفعل نجح البابا أوربان الثاني في إثارة حماس شعوب غرب أوروبا لشن حملات صليبية ضد العالم الإسلامي، ومن هنا بدأ ما يعرف باسم الحروب الصليبية على الشرق الإسلامي، وسميت بالحروب الصليبية لأنهم اتخذوا الصليب شعارا لهم. طب هو ده السبب الوحيد في مجيء الحملات الصليبية على الشرق الإسلامي؟ هقول لك أكيد لا، ده مجرد كانت الشرارة أو النواة الأولى لتطلع الصليبيين على بلاد الشرق الإسلامي. أمال إيه هي أسباب مجيء الحملات الصليبية على الشرق الإسلامي؟ بيقول لك عندنا 4 أسباب لمجيء الحملات الصليبية. طيب إيه هما؟ بيقول لك أسباب سياسية وأسباب دينية وأسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية. تعال كده نعرفهم سبب. أول حاجة وهي الأسباب السياسية، بيقول لك رغبة الأمراء بأوروبا في إنشاء إمارات مستقلة لهم في الشرق. يعني الأمراء اللي هم يعني الناس اللي معهم فلوس وأغنياء من مسيحيين غرب أوروبا كانوا عايزين ينشوا إمارات تكون مستقلة ليهم في بلاد الشرق. هقول لك بالظبط كده. طيب ده أول سبب. هي بقى الأسباب الدينية، بيقول لك هي رغبة البابوية بالغرب في الاستيلاء على الأراضي المقدسة بالشرق. زي ما لسه قايل لك من شوية، البابوات ومسيحيين غرب أوروبا بشكل عام كانوا شايفين إن أراضي الشرق الإسلامي هي أراضي مقدسة مسيحية ولازم يستولوا عليها من يد المسلمين. طيب وإيه هو بقى الأسباب الاقتصادية؟ بيقول لك هي رغبة النبلاء والفرسان بأوروبا في الحصول على خيرات الشرق وممتلكاته. يعني فوق إن الأمراء عايزين يعملوا إمارات مستقلة لهم في الشرق، لا وكمان النبلاء والفرسان كانوا عايزين يستولوا على الخيار اللي في الشرق الإسلامي. طيب وإيه هو بقى الأسباب الاجتماعية؟ بيقول لك رغبة أقنان
الأرض. هم مين أصلا أقنان الأرض؟ العبيد اللي من الطبقة الدنيا في غرب أوروبا، كانوا يرغبوا في الخروج من الأزمات الاجتماعية. يبقى كده احنا عرفنا ايه هي أسباب مجيء الحملات الصليبية على الشرق. فعلشان كل هذه الأسباب والانقسام اللي كان بين المسلمين في ذلك الوقت، كان سهل على الصليبيين الانتصار في حملتهم الأولى، وهي الحملة الصليبية الأولى، واللي كانت في عام 490 هجرية 1096 ميلادية. فبيقول لك انتصر الصليبيين على المسلمين في الحملة الصليبية الأولى. طيب ليه؟ ايه هو السبب؟ بيقول لك علشان 3 أسباب. السبب الأول هو تفوق جيوش الصليبيين في العدد، وتاني سبب هو انعدام المقاومة المنظمة في إمارات الشام، وتالت سبب هي الحروب الداخلية بين أمراء السلاجقة. يبقى الصليبيين كان عددهم أضعاف المسلمين في ذلك الوقت، وكمان المسلمين ما كانش في عندهم مقاومة منظمة في الشام. ده وغير أن أمراء السلاجقة نفسهم اللي يعتبر الدرع الحامي للدولة الإسلامية في ذلك الوقت كان في بينهم حروب داخلية. طيب ايه بقى نتائج نجاح الحملة الصليبية الأولى؟ بيقول لك استطاع الصليبيين إقامة 3 إمارات ومملكة صليبية. طب ايه هي الإمارات اللي قاموها؟ بيقول لك أول إمارة اسمها إمارة الرها، وتاني إمارة هي إمارة أنطاكيا، وثالث إمارة هي إمارة طرابلس. طيب وإيه هي المملكة اللي قام الصليبيين؟ بيقول لك هي مملكة بيت المقدس. طب ليه قلنا عليها مملكة بيت المقدس؟ ما قلناش ليه مثلا إمارة بيت المقدس زي باقي الإمارات؟ هقول لك بسبب الأهمية الدينية. أهمية دينية زي ايه مثلا؟ زي كنيسة المهد وكنيسة القيامة، وبالتأكيد طبعا المسجد الأقصى. علشان كده بسبب أهميتها الدينية سميت بمملكة بيت المقدس. طيب وهي فين أماكن هذه الإمارات والمملكة؟ هقول لك بص معايا كده على الخريطة. هنا إمارة الرها، وهنا إمارة أنطاكيا، وهنا إمارة طرابلس، وآخر حاجة مملكة بيت المقدس. طيب لحد هنا كله تمام. وبيقول لك كمان إن الصليبيين بعد نجاحهم في الحملة الصليبية الأولى ودخولهم بيت المقدس عملوا أبشع وأقصى الجرائم اللي ممكن يعملها محتل. طيب إيه دليلك على الكلام ده؟ الدليل بتاعي هو واحد منهم، واحد اسمه ريموند داجيل، وصف دخول الصليبيين بيت المقدس فقال: لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك، وكانت الأيادي المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها. ولم يكتفي الفرسان الصليبيين بذلك، فعقدوا مؤتمر أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسلمين واليهود والنصارى الرافضين لهم، الذي كان عددهم 60,000، فأفنوهم عن بكرة أبيهم في 8 أيام، ولم يستبق منهم امرأة ولا ولدا ولا شيخا. فزي ما شفت ريموند واللي يعتبر واحد منهم قال إيه على الجرائم اللي ارتكبها الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى، لدرجة إنهم كانوا بيقتلوا أي حد أمامهم، سواء بقى كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى، حتى لو على نفس دينهم، بس رافضين اللي بيعملوه. طيب ممكن يجي في بالك سؤال مهم: هم فين المسلمين من كل الجرائم اللي ارتكبها الصليبيين؟ هقول لك اتخذ الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين عدة أدوار، كل دور قامت به دولة. طب ايه هي الأدوار والدول اللي قامت بيها؟ بيقول لك هم 3 دول واجهوا وجاهدوا الصليبيين. طيب هم مين؟ أول دولة هي الدولة الزنكية، وتاني دولة هي الدولة الأيوبية، وتالت دولة وهي الدولة المملوكية. يبقى الدول اللي تولت الجهاد ضد الصليبيين مين ومين؟ هتقول له الدولة الزنكية والدولة الأيوبية والدولة المملوكية. طيب تعالى كده ناخدهم دولة دولة ونشوف كل دولة عملت ايه بالظبط، مع أول دور فيهم وهو دور الدولة الزنكية. بيقول لك الدولة الزنكية تنسب إلى واحد اسمه عماد الدين زنكي. طب وهو مين أصلا عماد الدين زنكي؟ بيقول لك هو واحد من أتابكة، يعني قادة العسكر السلاجقة، وكان أمير للموصل. طب وهي إمارة الموصل موجودة فين؟ بيقول لك موجودة في دولة العراق. طيب هو عماد الدين زنكي عمل ايه؟ هي أهم أعماله؟ بيقول لك إن عماد الدين زنكي قعد كده
وفكر وقال إن الحل الوحيد لمواجهة الصليبيين هي الوحدة، لازم كلنا نبقى إيد واحدة علشان نقدر نواجه خطر الصليبيين. طب هتعمل إيه يا عماد الدين زنكي؟ قال لك أنا هضم حلب وحماه وحمص إلى حكمي، بالإضافة إن أنا معايا الموصل. طيب وحلب وحماه وحمص دول موجودين فين؟ موجودين في بلاد الشام. يبقى كده عماد الدين زنكي قدر يوحد بين إمارة الموصل اللي هي في العراق وبين حلب وحماه وحمص اللي في بلاد الشام. طيب وهتعمل ايه تاني يا عماد الدين؟ قال لك انا هسترد اول الامارات اللي استولى عليها الصليبيين. طب وهي امارتيه؟ قال لك امارة الرها. وبيقول لك كمان عماد الدين زنكي وهو بيستكمل الزحف على معاقل الصليبيين حصلت له خيانة من مماليكه، حيث استشهد عماد الدين زنكي على يد احد مماليكه عام 541 هجرية 1146 ميلادي. طيب عايز اسألكم سؤال وعايز بطل ذكي يرد علي في الكومنتات. استشهاد عماد الدين زنكي على يد احد مماليكه ده مش بيفكرك بحد حصل معاه نفس الموقف استشهد برضو على يد احد غلمانه؟ فكر معايا كده هبسطها لك. وبرضه استشهد في بلاد الشام. عرفتوه مين؟ سامع طالب ذكي جدا بيقول لي ايوه يا مستر فعلا ده نفس اللي حصل مع خماراوي ابن احمد ابن طولون. يبقى لما يجي يسألني تشابه خماراوي مع عماد الدين زنكي في نقط، هتقول له تشابه في ان الاتنين استشهدوا على يد غلمانهم او مماليكهم، يعني باختصاره هما الاتنين استشهدوا عن طريق الخيانة. طيب لحد هنا كله تمام. مين بقى تاني واحد تولى الكفاح ضد الصليبيين من الدولة الزنكية؟ هقول لك واحد اسمه نور الدين محمود. وهو مين اصلا نور الدين محمود؟ هو ابن عماد الدين زنكي. ثواني بقى يا مستر علشان انا دماغي لفت. ازاي نور الدين محمود يبقى ابن عماد الدين زنكي؟ مش المفروض يبقى اسمه نور عماد الدين زنكي؟ ازاي بقى بيجي اسمه نور الدين محمود؟ هقول لك ما تستغربش، لان في ذلك الوقت كان اغلب الاسامي اسامي مركبة زي نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي. كل هذه الأسامي أسامي مركبة. طيب وإيه هي أهم أعمال نور الدين محمود؟ بيقول لك بعد ما تولى نور الدين محمود مهمة النضال والكفاح ضد الصليبيين بعد استشهاد أبيه عماد الدين زنكي، وقف نور الدين محمود ومسك المايك وقال وأنا زي بابا بالظبط في كل حاجة، وفي الشدة شديد وفي القوة قوي قوي قوي. طب وهتعمل ايه بقى يا عم نور الدين محمود؟ قال لك انا هتولى مهمة النضال والكفاح ضد الصليبيين. ايوه يعني هتعمل ايه بالظبط؟ قال لك انا هتصدى للحملة الصليبية الثانية. طب وهي الحملة الصليبية الثانية جاية ليه اصلا؟ قال لك جاية تسترد امارة الرها مرة اخرى من يد المسلمين. طب هم مين اللي كانوا جايين في الحملة الصليبية الثانية؟ بيقول لك امبراطور المانيا كونوراد الثالث وملك فرنسا لويس السابع. يبقى الحملة الصليبية الثانية طلعت من غرب أوروبا من دولتين ألمانيا وفرنسا بقيادة كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا ولويس السابع ملك فرنسا. طب هل استطاعت أخذ إمارة الرها؟ هقول لك لا، فشلت في تحقيق هدفها بسبب صد قوات نور الدين محمود لها. طيب وعملية كمان نور الدين محمود بيقول لك تطلع إلى ضم مصر من الدولة الفاطمية. طب واشمعنى مصر بالتحديد؟ بيقول لك لأنه أدرك أهمية موقع مصر وإمكانياتها البشرية والمادية. يبقى بسبب موقع مصر الجغرافي المتميز وكمان إمكانياتها البشرية، يعني عدد الناس اللي في مصر، وغير إن الحالة المادية والاقتصادية في مصر مرتفعة. فعلشان كده نور الدين محمود استغل النزاع والصراع بين الوزيرين شور ودرغام لما طلب شور النجدة من نور الدين محمود. فبسرعة أرسل نور الدين محمود القائد بتاعه أسد الدين شريكو ومعاه ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي. والكلام ده كله احنا شرحناه بالتفصيل في آخر الدرس اللي فات، مصر في عصر الفاطميين، وقلنا إن صلاح الدين الأيوبي عمل إيه؟ لا بقى ركز معايا، احنا مش قلنا بنى القلعة، قلنا ان صلاح الدين الايوبي استطاع اسقاط الخلافة الفاطمية واعادة مصر الى الخلافة العباسية مرة اخرى. يبقى كده صلاح الدين رجع مصر الى المذهبية؟ هتقول لي رجع مصر الى المذهب السني، لان الدولة الفاطمية كانت دولة شيعية، وبرجوعها الى الخلافة العباسية رجعت مرة اخرى دولة سنية. طيب لحد هنا كله تمام. وبيقول لك بعد وفاة نور الدين محمود اصبح صلاح الدين
الدين الأيوبي هو الحاكم الفعلي لمصر، وهنا هينتهي دور الدولة الزنكية وهيبدأ معانا دور الدولة الأيوبية. طيب وعملت هي الدولة الأيوبية؟ بيقول لك تمثل الكفاح والجهاد ضد الصليبيين بين صلاح الدين وخلفائه، حيث تصدوا لأربع حملات صليبية تعد من أهم الحملات وأكبرها. يعني صلاح الدين وخلفائه اللي هم يعني هيتولوا بعده تصدوا لأربع حملات صليبية؟ هقول لك مظبوط، وهنتعرف عليهم كمان شوية. تعال بقى نشوف صلاح الدين الأيوبي نفسه عملية هي أهم أعماله. بيقول لك واصل صلاح الدين الأيوبي جهوده من أجل إقامة الدولة الأيوبية وتوحيد الجبهة الإسلامية. صلاح الدين الأيوبي كان عايز يعمل زي عماد الدين زنكي، إنه يوحد المسلمين علشان يقدر يتصدى للخطر الصليبي. طيب هيوحد إيه من الدول الإسلامية؟ بيقول لك هيوحد بين مصر والشام والعراق والجزيرة العربية، وبكده هيبقى حاصر الصليبيين المحتلين لبلاد الشام من كل الجهات. طب وهتعمل إيه مع الصليبيين يا صلاح الدين؟ قال لك أنا هعمل مع الصليبيين دوريا. طب إيه هم الدوريا؟ قال لك أول دور هيبقى الدور الدفاعي ضد الصليبيين، فقال لك أنا مش ههجم على الصليبيين مرة واحدة، أنا في البداية هقوم بالدفاع مش الهجوم. طب ليه يا صلاح الدين ما تهجم على الصليبيين مرة واحدة وخلصنا؟ قال لك لا، أنا هقوم بالدور الدفاعي في البداية علشان أعرف قدراتهم وإمكانياتهم. طب وهتعمل كده إزاي؟ قال لك من خلال الاشتباك معهم في معارك محدودة. فين وفين يعني؟ قال لك في الكرك والشوبك. طب اشمعنى بقى المنطقتين دول بالتحديد؟ قال لك علشان أأمن حاجتين، أول حاجة تأمين طرق القوافل بين مصر والشام، وتاني حاجة تأمين طريق الحج. طب وعملت ايه تاني يا صلاح الدين؟ قال لك عقدت هدنة مع ملك بيت المقدس الصليبي اللي كان اسمه بلدوين الرابع. طب والهدنة دي كام سنة؟ قال لك لمدة 5 سنوات. طب وليه عملت كده يا صلاح الدين؟ قال لك علشان اتفرغ لتوحيد القوة الإسلامية تحت زعامتي، فأنا مش هقدر أوحد المسلمين وأنا في معارك مع الصليبيين. طيب تفكير مظبوط والله. وإيه بقى الدور التاني اللي قمت بيه يا صلاح الدين؟ قال لك هو الدور الهجومي ضد الصليبيين. انا خلاص خلصت الدور الدفاعي وقدرت اوحد المسلمين تحت زعامتي، جي بقى دور الهجوم على الصليبيين. طب والكلام ده حصل امتى بالظبط؟ بيقول لك ما بين عام 582 الى 588 هجرية و1186 الى 1192 ميلادية، يعني في حوالي 6 سنوات. فبيقول لك صلاح الدين الايوبي في ذلك الفترة بدأ في توحيد الجبهة الإسلامية. طب عملية بيقول لك قام بتعبئة شاملة لجميع قوى المسلمين وكافة مواردهم البشرية والمادية والمعنوية. ابتدى بقى يجهز لكل حاجة. طب وانت ناوي على ايه يا صلاح الدين؟ قال لك انا بتأهب لمعركة حاسمة مع الصليبيين. وبالفعل في عام 583 هجرية 1187 ميلادي تحصل معركة حطين بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين. وركز معايا كويس في معركة حطين لأن هي أقوى وأهم معركة خاضها صلاح الدين الأيوبي. طب إيه هي أسباب معركة حطين؟ بيقول لك بسبب السياسة الاستفزازية لأرناط. وهو من أرناط ده أصلا؟ بيقول لك هو أمير حصن الكرك التابع لمملكة بيت المقدس. فبيقول لك إن كان في واحد اسمه أرناط، أو ليه اسم تاني بنقول عليه رينو دي شاتيو. اسمه إيه؟ رينو دي شاتيو. لو صعب عليك بس احفظ لي أرناط. طيب وأرناط ده بقى عملية استفز صلاح الدين. بيقول لك خرق الهدنة التي عقدها صلاح الدين مع بلدوين الرابع ملك بيت المقدس. احنا مش قلنا ان صلاح الدين عمل هدنة مع بلدوين الرابع لمدة 5 سنوات؟ هتقول لي ايوه. هقول لك جي أرناط وخالف هذه الهدنة. طب وايه اللي عمله أرناط؟ بيقول لك عمل حاجتين. اول حاجة هي مهاجمة قوافل الحجاج المسلمين، وتاني حاجة هي محاولة الاستيلاء على مكة والمدينة. يبقى أرناط هاجم قوافل الحجاج المسلمين وكمان حاول الاستيلاء على مكة والمدينة الأماكن المقدسة عند المسلمين. بيقول لك كمان عمل مصيبة تاني. عملت ايه تاني يا أرناط؟ بيقول لك رفض طلب صلاح الدين الأيوبي بأن يرد ما استولى عليه من مال المسلمين وإطلاق سراح الأسرى. يعني فوق إن هو بيهاجم الحجاج وكمان حاول يستولى على
على مكة والمدينة لما طلب منه صلاح الدين بالحسنى انه يرجع الفلوس اللي خدها من المسلمين وكمان يطلق سراح الأسرى، رفض أرناط وأصر على موقفه. وهنا بقى غضب صلاح الدين، خلاص جاب آخره من أرناط، فنظر صلاح الدين وأقسم انه يريق دم أرناط بيده. يعني انت يا أرناط بتعمل كل ده في المسلمين وانا موجود؟ طب والله لأموتك بيدي. وناوي تعمل ايه يا صلاح الدين؟ قالك تقدم صلاح الدين بجيشه نحو نهر الأردن واستولى على بحيرة طبرية. طب اشمعنى يا صلاح الدين بتستولى على بحيرة طبرية؟ قالك علشان يقطع على عدوه طريقه إلى الماء لما يجي الصليبيين ما يلقوش مية يشربوها. وبالفعل ده اللي حصل لما قام الصليبيين بقيادة روموند الثالث باجتياز الطريق الواقع عند مرتفعات حطين، أوقفهم جيش المسلمين ومنعهم من الوصول إلى ماء البحيرة، فاشتد الظمأ بالصليبيين. الصليبيين عايزين يشربوا ومش لاقيين مية، فدي كانت خطة ذكية من صلاح الدين. وبعد كده دارت المعركة وأخذتهم سهام المسلمين وكسر فيهم الجرحى والقتلى، ووقع جايلوس جنان ملك بيت المقدس وكبار الأمراء والفرسان أسرى في يد المسلمين بما فيهم أرناط. تعال بقى يا أرناط، وعايز تستولي على مكة والمدينة، ولما طلبت منك انك تفك الأسرى المسلمين وترجع الفلوس اللي خدتها منهم ورفضت وقلت لي لا، تعال بقى انا هاخد حقي منك. فبيقول لك عفى صلاح الدين الأيوبي على ملك بيت المقدس بينما قتل أرناط بيده وفاء للقسم وجزاء غدره بالحجاج المسلمين. بصراحة يستاهل. طيب ايه هي بقى نتائج معركة حطين؟ بيقول لك هزيمة الصليبيين هزيمة ساحقة، وتوجه صلاح الدين بعد استيلائه على الكثير من المدن الساحلية إلى بيت المقدس وحاصره إلى أن تمكن من استرداده ودخوله يوم الجمعة 27 من رجب عام 583 هجرية 1187 ميلادي، يوم ذكرى الإسراء والمعراج. يبقى كده أخيرا استطاع القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي أن يسترد المسجد الأقصى مرة أخرى من يد الصليبيين. نسأل الله العلي العظيم أن يفك أسره ويرده إلينا مرة أخرى ويحفظ بلدنا وإخواتنا في فلسطين، ولكن هذه المرة من يد الصهاينة وليس الصليبيين. قولوا آمين، وما تنسوش الدعاء لهم في هذه الأيام المباركة، وإن ربنا يحفظ مصر بلدنا من كل سوء. اللهم آمين يا رب العالمين. طب وحصل إيه بعد هزيمة الصليبيين ورجوع بيت المقدس؟ بيقول لك ارتفعت الروح المعنوية للمسلمين ورد اعتبار الشرق الإسلامي من جديد، وأصبح الصليبيين في موقف الدفاع بدلا من الهجوم. بدل ما كان هم اللي بيهجموا علينا، لا بيجي هم اللي بيدافعوا. وكمان تأكدوا من استحالة بقائهم في بلاد الشام، مش هيقدروا يقعدوا في بلاد الشام بعد هذه الهزيمة الساحقة. وإيه كمان بيقول لك ظهرت أهمية الوحدة بين المسلمين. المسلمين بيجوا عارفين أهمية إنهم يبقوا يد واحدة أمام العدو، وكمان ظهرت قدرات صلاح الدين العسكرية والقيادية. طيب تعالوا كده نشوف موقف صلاح الدين من أهل بيت المقدس الصليبيين. انتم فاكرين لسه جايلين في الحملة الصليبية الأولى الصليبيين عملوا إيه في أهل بيت المقدس؟ شفتوا كمية الإجرام وسفك الدماء وقتل النساء والأطفال والشيوخ اللي عملها الصليبيين. تعال بقى شوف المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي عملوا إيه. بيقول لك عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم، وكمان أعفى غير القادرين من الشيوخ والنساء والأطفال من دفع الجزية. هي دي بقى يا شباب أخلاق ودين المسلمين، هو ده اللي علمه لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فشتان بما فعله الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى واللي فعله المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي. طيب تفتكر بقى الصليبيين هيسكتوا على اللي عمله صلاح الدين؟ الإجابة أكيد طبعا لا. طبيعي اللي هيعملوه قال لك هيبعتوا الحملة الصليبية الثالثة. طب هيبعتوها ليه؟ بالعقل والمنطق من أجل سيطرتهم على بيت المقدس مرة أخرى. طب مين اللي هيجي في الحملة الصليبية الثالثة؟ بيقول لك 3 ملوك من أقوى دول غرب أوروبا. هم مين؟ ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، وفليب أغسطس ملك فرنسا، وفريدريك بربروسا إمبراطور ألمانيا. طب وهينجحوا في استرداد بيت المقدس مرة أخرى؟ أكيد طبعا لا يا عزيز الطالب.
طالب هينجحوا ازاي وفي بطل موجود هناك اسمه صلاح الدين. علشان كده بيقول لك نتائجها فشلت بفضل مقاومة صلاح الدين، وتم عقد صلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد عام 588 هجرية 1192 ميلادي. طب هو صلح الرملة ده بيقول ايه؟ بيقول لك نص على احتفاظ المسلمين ببيت المقدس مقابل حق الصليبيين في تأدية الحج إلى بيت المقدس، وعاد ريتشارد قلب الأسد إلى بلاده. وبعد كده هيتوفى القائد البطل صلاح الدين الأيوبي عام 589 هجرية 1193 ميلادي، وهو تقريبا في سن 57 من عمره. وعايزكم تتخيلوا معايا كده قائد مثل صلاح الدين الأيوبي عندما توفى كان معاه كام من المال؟ المفروض يكون معاه مال كثير. ده كان قائد قوي وقدر يوحد بلاد المسلمين ويهزم كمان الصليبيين. أحب أصدمك وأقول لك لم يترك في خزانته سوى دينار واحد و36 درهم. طبعا الدينار اللي بيبقى مصنوع من الذهب والدرهم مصنوع من الفضة. فرحم الله القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي. وبكده يا أبطال يبقى خلصنا الجزء الأول من درس مصر في عصري الأيوبيين والمماليك، وفي الجزء الثاني إن شاء الله هنعرف عملية خلفاء صلاح الدين الأيوبي وكمان دور الدولة المملوكية. فعلشان كده يا أبطال ما تنسوش إنكم تشتركوا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس علشان أول ما ننزل الجزء الثاني إن شاء الله تعرفوا على طول وتشاهدوه. وأشوفكم على خير والسلام عليكم.